السلام عليكم. لو طفل يخصك ضاع او تاه المفروض بتعمل ايه؟ الموضوع ده محتاج تجهيز قبليها، ما بنفولش على الطفل بس عشان لو تاه لا قدر الله. ابنك من عنده 3 سنين لازم تعلمه ازاي يمشي وازاي يعدي الطريق. تقول له انت جاي تعدي طريق بص يمين شمال فوق تحت، ما تقولوش بص يمين بس، لان في بلاليص راكبين عربيات مش سواقين. تقول له لو مش عارف تعدي قول لعمه راجل محترم كده، عمه ممكن اعدي معاك او تعدي مع عمه وخلاص. خلي بالك بقى من الحته دي. تقول له لو تهت خليك واقف مكانك، خليك واقف مكانك وانا اللي هجيلك، انا اللي هجيلك، ما تمشيش ما تدورش عليا، انا جاي لك تاني، انا رايح وجاي لك تاني. ولازم تحط الطفل في الموقف ده 5 6 7 10 مرات عشان الطفل لما يحصل له حقيقي ما يحسش ان هو اول مره يحصل له فيتصدم. تعمل له كذا اختبار تخليه يعيش الموقف كذا مره في كذا مكان مختلف. تقول له في المترو لو انا نزلت وانت لسه جوه المترو خليك وانزل المحطه الجايه من نفس الباب، او لو انت نزلت وانا نايم جوه خليك وانا هرجع لك تاني عند نفس الباب. لازم طبعا الطفل يكون حافظ اسمه، ما يبقاش اسمه مثلا محمد وانت مسميه كلاماطه، اما يجي يتوه واحد يلاقيه يقول له اسمك ايه يا حبيبي؟ يقول له اسمي كلاماطه. طيب بالهنا والشفا. لازم يحفظ رقم تليفونك ويحفظ العنوان بالمجمل، مش لازم بالتفصيل لو صعب، يحفظ حتى اسم المنطقه واسم الشارع عشان على الاقل لو حد لقاه يوديه المنطقه دي او الشارع ده، وممكن حد هناك يتعرف عليه ويروح الواد. لو الطفل عنده مشكله نفسيه زي متلازمه داون او اي حاجه غيرها لا قدر الله لو تاه، بتكتب له بياناتك على كارنيه على اسوره، اهم حاجه ما تكونش الحاجه دي بتتقطع او بتتخلع، او الطفل مثلا يشدها فيبوظها. ولو رحت مكان زحمه مثلا زي المول زي الهرم زي الكعبه بتقول له يا حبيبي لو تهنا من بعضينا روح عند المكان المعين ده وانا هاجي لك لحد هناك. ده لو تاه لا قدر الله اقف تحت رجل ابو الهول وانا هاجي لك لحد هناك عند رجل ابو الهول، رجل ابو الهول خليك عندها وانا اللي جاي لك. مثلا توته في المول قول له اقف عند الشوكولاتات وانا هاجي لك، وما تاكلش الشوكولاتات، ما تستغلش ان انت تايه. ولا مش لازم دي، دلوقتي تايه يعني خليه ياكل. عرف ابنك اسم وظيفتك على العموم، محامي مهندس هجام بلطجي، المهم يكون عارف اسم وظيفتك عشان لو حد لقاه يضيق نطاق البحث لا قدر الله لو تاه. ولو ربنا كرمك ومعاك فلوس في حاجات بتشتريها بيبقى فيها GPS بتعرف بيها موقع ابنك، ساعات كوتشيات بتبقى موقع امازون او اي موقع تاني مهم، بس ما تشتريش حاجه نظيفه وشكلها حلو فتخلي الواد يتخطف بسببها. اشتري حاجه يا ريت تكون مختفيه وما تكونش مهم ما تلفتش النظر. علم ابنك الاتصال بالتليفون، ما فيهاش مشكله لو جبت له تليفون صغير ملوش اي لازمه، بس على الاقل تعرف مكان ابنك وتعرف ازاي يفتح ويتصل بيك. ونصيحه صغيره كده يا ريت لو تثقوا في عيالكم ما تخليهمش يحسوا ان هم قلل في البيت، ويا ريت تعلم ابنك يسافر لوحده، خليه يثق في نفسه، علموه يتكلم مع مين ما يتكلمش مع مين، علموه ازاي يحافظ على فلوسه، اتكلم معاه وحسسه كده ان هو شحط يعتمد عليه، شحط صغير جميل وربنا يسترها على الجميع. السلام عليكم. انت عمال تلف ليه؟ ولو ايه نصيحه صغيره كده، خلوا العيال تثق في نفسها ما تخلوا